دول اول باليتين اعمل بيهم لوك، وعايزه رايكم انتوا تقولوا لي في الكومنت ايه اللوك عجبكم ولا لا بالبيجمنت بتاع ايسنس. انا بالنسبه لي كلوك اوكي ماشي، يعني مرضي، مش واو مش حفله، لكن مرضي بتكاليف بسيطه اقدر احط فول ميك اب بتكاليف بسيطه، وده هدف الفيديو النهارده. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في قناتي، قناة منال سليمان، وشعار القناة موني لايف ستايل. لو انت أول مرة تشوفيني ما تنسيش تدوسي سبسكرايب وكمان علامة الجرس هتدوسي عليها عشان تفعلي اشعار الجرس بكل فيديو جديد يجيلك بيه نوتيفيكيشن، وعلى طول تروحي تشوفي موني ستايل. وبعد ما تخلصي الفيديو على طول تروحي الانستجرام تعملي لي فولو على الانستجرام والفيسبوك وسناب شات وتويتر. بحبكم قوي. وكمان تروحي على الويب سايت www.monistyle.com. بحبكم جدا. والنهارده اخيرا اللوك اللي انتوا طلبتوه، وهتلاقوا دلوقتي وانا بتكلم كل مره كنت بدخل فيها اتفرج على او اشوف متابعيني هم كاتبين لي على مفضلاتي للعطور والبخور ل 2018. الفيديو ده شاف استحسان كتير جدا، لكن ما كانش للعطور والبخور اكتر من اللوك يا منال، اللوك يا موني. واخيرا عملت لكم اللوك اللي انتوا طلبتوه، وده اللوك اللي عملت بيه الفيديو. حتى حطيت لكم نفس المانيكير اللي انا حطيته في الفيديو، نفس الطرحه نفس اللوك، بس زودت حاجات بسيطه قوي. حطيت بس اصفر في كورنر العين، وهتشوفوا التفاصيل في الفيديو. ولا ايلاينر ولا رموش، وده فعلا كنت عامله في الفيديو، ما كنتش حاطه ايلاينر ولا كنت حاطه رموش. لان شير ولايك وسبسكرايب ويلا. كده رطبت بشرتي، حطيت بايو اويل لان طبعا الجو دلوقتي برد جدا وبشرتي جافه جدا. موس سوفت تاتش موس والايسنس الكومي فلاش، ضغطتهم مع بعض لاني انا كنت جايبه الدرجه دي غامقه شويه، ودي طلعت فاتحه ما لقيتش درجتي بالظبط، فجبت الاثنين والاثنين مات، والكفر بتاعهم حلو جدا. هستعمل كونسيلر ايج روايند من ميبلين لاني ما عنديش كونسيلر من ايسنس. دي يمكن الحاجه الوحيده اللي هستعملها من بره ايسنس. عملت كمان حواجبي ان واي اكس، الدرجه بتاعتي فيها اسبريسو ان واي اكس جل، ده اللون بتاعه، وماسكارة ريميل. دول الثلاث حاجات اللي استعملتهم خارج نطاق ايسنس عشان يبقى الميك اب كله لوك من ايسنس. بعد كده هستنى ثانيه واحده بس ينشف. عبال ما ينشف اكون عملت بالباودر ايسنس اللي هي درجتي فيها سوفت بيج كومباكت باودر. هنشوف كده اثبت بيها كل اللي انا عملته. على فكره بودره ايسنس كويسه لكل يوم، ممكن تستعمليها مع البي بي او السي سي بتاعك. طبعا انا هغير الطرحه عشان اطلع لكم باللوك اللي كان عاجبكم زي ما هو. هعمل كونتورنج خفيف ببرده دراج ستور ديبورا، وتحت العين هستعمل البنانا باودر بتاعه ايسنس. للاسف بس العيب اللي فيها انها ضعيفه، من هنا بتتكسر على طول، بس اتاكد طبعا ان مفيش. بعد كده البرونزر هستعمل ديبورا، البرونزر بتاعها 08. حاجات ديبورا من الدراج ستور الكويسه جدا.
بلاشر مات من ايسنس، ورقمه فيه 30 روز مي اب. بس هو مش روز، هو روز على بودري كده، يديكي شويه ان هو برضو العلب بتاعتهم بتتكسر على طول. ده اللون، ده اللون تحس ان هو على بيج شويه. وبطل اللوك النهارده ايسنس. انا هستعمل النهارده الاتنين باليت دول. بس اسم الباليت الاولانيه اوريجينال مليون نود فيسز. دي كلها بودري او بنيات، كلها بني. فيها مات وفيها شمر اهو. والتانية فيها اورنج وبرونزي كده واحمر وسيلفر. فيها دي اكتر، دي فيها شمري اكتر. اوكي. انا مش هاخد فيها غير يمكن لونين، هاخد الابيض والاورنج، دول اللي هستعملهم في اللوك، او ده اللي استعملته في اللوك يوميها. بس كنت حاطه الاورنج على خفيف قوي، خدته كبيز يدي بس كده درجه يعني فاتحه شويه. هو عاده مش الاورنج مش بيجمنتد قوي. وبعدين هشتغل بباليت مليون نود فيسز. دي ريفوليوشن بحبها قوي، بحب ابدا بيها اي لوك. وهاخد اللون الاورنج واحطه كبيز. عايزه اقول لكم ان انا حطيت اوريدي البيز بتاع ايسنس، بس هحط باودر اثبته شويه. خدت اللون البيج الفاتح خالص ده عشان اثبت الاي شادو بيز. اول حاجه هاخدها اللون الاورنج ده، هيكون اللي هو الترانزيشنال كلر البدايه. ما تستغربوش، هو مش هيبان زي ما انتم شايفين في العين التانية. هو بس عشان يدي لون افتح شويه، او يبقى البيز فاتح شويه ما يغمقش منك اللوك. ومن نفس البلد دي اللي هي الاوريجينال، هاخد اللون الابيض هحطه تحت الحاجه. بعد كده بعد اللون الاورنج هبدا بقى استعمل الباليت اللي هي مليون نوت. هاخد اللون ده الترابي ده شويه، ما تعرفولوش بيج ولا بيج على جراي ولا بني ولا ايه، اللون ده اللي فوق ده. كورنر العين الخارجي هاخده على كورنر العين الخارجي، وبعدين ادخل بيه على جوه شويه تحت اللون الاورنج اللي انا حطيته، وبعدين اسحب العين لبره. بعديها هاخد اللون اللي تحته على طول اللي هو اللون البني المحمر شويه، هاخده وهحطه على كورنر العين الخارجي ومش هدخل بيه لجوه. الخارجي، وهعمل على سيركل موشن كده عشان ادمجه مع اللون اللي قبله. هتحسوا ان اللون الاورنج بدأ يروح. هاخد بفرشه نظيفه او بنفس الفرشه اللي حطيت بيها اللون الاورنج. انا كده ما دخلتش بيه باللون البني الغامق او اللي هو البني المحمر ده، ما دخلتش بيه على جوه. انا بس خدته على كورنر العين الخارجي ودمجته وطلعته لبره. هرجع تاني اخد اللون الاورنج وهدمج بيه كده الثلاث الوان اللي كانوا بره بنفس الفرشه. ما خدتش لون تاني، هي الفرشه فيها يعني هبابي، هناخدها وندمج بيها الثلاث الوان اللي حطيناهم. واخر درجه هنحطها ويبقى كده اللوك ما فضلناش غير الجزء اللي في النص. هاخد اللون البني المحروق ده اللي هحطه على الكورنر الخارجي وهسحب بيه العين لبره. فرشه بصوا عامله ازاي، دي من كيكو، فرشه كيكو فيها زي بصوا بوز كده، عشان انا عايزه اطلع اللون الغامق ده ببوز شويه. هاخد من هنا كده، طبعا برضو الباليت فول اوت شويه،
بص هي هتتبوظ ازاي الفرشه، جاست ان انت بتحطيها كده على الجفن اهو، بتديكي البوز اللي انت عايزاه. مني محطش كتير، وهبدا ادمج بفرشه ثانيه بلاندد حبيبه الملايين ريفوليوشن. هرجع تاني اخد نفس الفرشه من غير ما احط عليها اي لون اورنج، الفلافي اللي فيها اوريدي اورنج، وهدمج بقيه الالوان مره تانيه. بعد كده هاخد الايسنس اي شادو بيز وهحطه على العين عشان نحط اللون الشمر. على فكره انت ممكن تحطي اللون الشمر من غير ما تحطي الاي شادو بيز، بس علشان اللون يبقى بيجمنتد حبيت احطه، وهحط لونين برضو من ايسنس. دلوقتي جه دور اللون الشمر. هاخد الاول لون اصفر فاتح، مش اصفر اللي هو الكناري ده، برضو من ايسنس اهو، اسمه بيجمنتد باودر على فكره. هاخده ببنسل براش كده صغنونه خالص، هحطه في كورنر العين مع مدمع العين. انا هحط عليه الاكسدي، انا بس عايزه الجزء اللي جوه ده يبقى فاتح، لان اللوك كله غامق، عشان يدي بس تفتيح بسيط للعين. حطيت في مدمع العين، وبعدين حطيت على الكورنر الداخلي من العين. هاجي بقى للون الشمر اللي في نفس الباليت اللي استعملناها النهارده، اللون ده، وهحطه بصبعي طبعا علشان يبقى بيجمنتد. هو كريمي وتحفه، هتشوفوه بنفسكم. شايفين الشمر في ايسنس عامله ازاي؟ تقولوش يا اختي انستازيا بيفرلي هيلز، ايه الجمال ده، وبسعر رخيص، وجيبي مليان، جيبي مليان ودافعه فلوس شويه صغيره. وطبعا هبدا بقى تحت العين بنفس الالوان اللي حطيتها. هحط ده الاول وبعدين ده علشان اكمل، وبعدين هحط الغامق. الثلاث الوان دول هحطهم تحت العين. ميزه تحسوا الفول اوت نازل، بينزل على وشي، وبيعمل زي باودر كده طالع وانا بعمل تحت العين. بصوا اهو، معرفش، يا رب تكون الكاميرا جايباه. هعمل حركه بس توسيع العين من تحت شويه، تحت الاصفر اللي انا حطيته البيجمنت ده. شايفين حركه بتوسعي العين شويه، يمكن دي اول مره اعملها معاكم. هاخد بعد كده البنانا باودر واعمل بيها تحت العين وارفعها لفوق. هاخد كحل ايسنس الاسود، هحطه فوق خط الرمش وهموهه بس. هحط المسكرة، هحط الاول ايسنس قلم كحل البيج برضو من ايسنس. بعد كده هحط من مسكرة ايسنس اللي هي لاش برنسس. هحاول احط طبقتين لاني انا مش حاطه رموش. والروج برضو من ايسنس اللي هو كالر بوست مات، كالر بوست مات، ودرجته 04. هغير الطرحه عشان اوريكم نفس اللوك اللي فات ولا لا.
كده اكون خلصت اللوك. يا رب يكون زي ما انتوا عايزين وزي ما انتوا شفتوني وانا بعمل مفضلاتي. وما تنسوش في اخر الفيديو تقولوا لي رايكم في اللوك ورأيكم في المنتجات الرخيصة وباليت ايسنس اللي جاب منها او اشتراها وجربها. منتجات بسيطة جدا نقدر نعمل ميك اب كبير او فول ميك اب بحاجات رخيصة جدا، بحاجات دراج ستور، وكمان مش معروفة مش مشهورة مش كل الناس بتتكلم عنها. وتحيا ايسنس، كل منتجات الجميلة. شكرا ايسنس، شكرا لكل متابعيني. وفي اخر الفيديو ما تنسيش تروحي تعملي فولو للانستجرام منى 18، وكمان تعملوا لي فولو على كل السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وكمان الويب سايت بتاعي www.monistyle.com. اتمنى اشوفكم على خير، وما تنسوش كمان تعملوا لايك. بحبكم قوي. باي باي. Meant to be in the great outdoors.